بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أفضل خلق المرسلين سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. تحية طيبة وبعد. أخوتي الأعزاء، إن شاء الله النهاردة هشرح لكم طريقة عن برنامج اسمه ألفا أوتوران إصدار 2. ده بيقوم هو البرنامج ده الشكلية بتاعته على الديسكتوب، برنامج صغير الحجم، يعني مش حاجة، وبسيط جدا وسهل وسريع أداء يعني. البرنامج ده بيقوم بحذف أوتوران من جهازك نهائيا بإذن الله. طبعا في طريقة يعني بدائية، يعني في ناس يعني أعلم مني برضه أكيد في برنامج أفيرا. أكيد في ناس يعني أفصح مني طبعا كلغة الكلام ده، لأن أنا في اللغة الإنجليزية مش الدرجة دي. تمام، احنا بنخش مثلا في أفيرا في الواجهة بتاعته دي، أو نضغط عليها دبل كليك من الديسكتوب أو من سطح المكتب. لا، أول حاجة في كلمة ستورز. أولا اعذروني إن كان عندي يعني نطق إنجليزي مش الدرجة دي، بس طريقة أفيرا دي زيادة للبرنامج. أنا هجرب أفيرا عشان بعد كده نجرب لكم البرنامج ده بتاع ألفا أوتوران ده، بحيث تحذف من عندك الفيروس وبرضه تحذف بعدها أوتوران تستخدمه. الطريقة بتاعت أفيرا دي بتخليك إنك انت لو بحثت فيروس في الجهاز عندك بيتحفظ اوتوماتيك، يعني من مجرد ما تلاقي فيروس عندك ويبحث عنه في الجهاز عندك في الجهاز قصدي، بيتحذف اوتوماتيك، مش بتحتاج انك انت تتفتح لك واجهة وبعدين تديها امر حذف وكلام من ده. طبعا هندوس على كلمة افنتس دي، نضغط عليها اوكي، انتظر لحد ما تحمل، بتاخد وقت هي. تمام، بتطلع لك الاخطاء والحاجات زي كده اللي قدامكم دي، تعمل لها تحديد الكل، سواء عن طريق كنترول وحرف الايه، او بتظليل الكل كده تسحبها تحت وتضغط في اي مكان فيها بعد ما حددتهم. كليك يمين، تختار امر ديليت الفنتس، تضغط عليه اوكي، بيجيلك رسالة تأكيد زي دي، دوس يس، تم حذف. تمام، بتنزل هنا تضغط على الكلمة دي administrations. في عندك في البداية ممكن تلاقي عندك، لو عندك اوتوران يعني بتلاقي في ملف هنا ظاهر، تضغط عليه تظلله، تختار له كليك يمين، تضغط ضغطة يمين، تختار كلمة الديت هي دي، لكن بالنسبة لنا مفيش عندي حاليا. وبعد كده بتضغط على كلمة شورت الرايت دي، بتلاقي الكلمات دي قدامها مكتوب لك كمبيوتر سيستم سكان وسكان والكلام ده. بتيجي هنا في المربع اللي عايزين احنا، تضغط علامة اوكي، بحيث لما بيلاقي فيروس ولا حاجة تظهر لك رسالة هنا مثلا تبع افيرا، بتعرفك ان الفلاشة دي انت حطيتها او الملف انت سطبته ونزلته فيه فيروس اوتوماتيك. تمام، نرجع تاني مرجوعنا للوجه ستارتز دي. احنا دلوقتي هنشوف الطريقة ازاي نخليه. احنا كده حذفنا فيروسات الملفات اللي متحذفتش، يعني اللي اتجمعت او اتراكمت في البرنامج افيرا ده. بتيجي هنا اول ما تفتح واجهة افيرا برضه بتلاقي كلمة هنا بالانجليزي على ما اعتقد اسمها confirmation دي. تمام، بنضغط على اوكي. انتظر لحد ما تحمل، تتفتح لك الواجهة دي، تضغط على اكسبلور موديل، بتيجي هنا في كلمة سكانر، تلاقي علامة زائد زي عدسة كده، هو جنبها رمز زي عدسة مكبر دي، جنبها علامة زائد، تضغط على علامة الزائد دي هتلاقي سكان، تضغط على سكان مرتين، تفتح الواجهة قدامك زي كده، تختار كلمة اوتوماتيك، تختارش ما تضغطش هنا علامة صح في كلمة كوبي فايل دي، متضغطش انك انت كده بتديله امر انه جمع اي فيروس يعمل له نسخة في الجهاز، ما تضغطش عليها، سيبها زي ما هي. بتيجي هنا في المثلث ده تختار كلمة الديليت، بحيث تدي امر للجهاز مجرد ما يلاقي فيروس
بيعمل له ديت مباشرة مع نفسه كده. تمام. تمام، وننزل تحت كده في كلمة جنرال، نضغط على علامة الزائد برضو، نختار select ال عشان نفحص الكل. تيجي هنا تضغط ابلاير، ندوس اوكي. وتطلع من الواجهة دي. خلاص كده خلصنا من قصة افيرا. دي ادوات يعني زي تأكيد او اضافة يعني تحديثات في الجهاز او تظبيط كده اهو في برنامج افيرا. تمام. المهم عندنا دلوقتي احنا الفا توران كلير 2 ده بيجيلك على الديسكتوب بقى الشكلية زي دي. الاول بتحمل الملف بتاعه، يعني علم انا البرنامج ده مطلعه من اسطوانة ويندوز، من نسخة ويندوز اسمها باتمان. فحتى بحثت عنه يعني في جوجل في متصفحات، ما لقيتش البرنامج ده نفسه، لقيت نفس الاسم بس مش نفس البرنامج ولا نفس الأداء بتاعه. تمام. ده اللينك بتاعه هحطهولكم ان شاء الله، بتاع البرنامج ده تحت الفيديو، وهنجيبه لكم برضو ايه لو حبيت برضو حد يجيبه. هتلاقي برضك في فيسبوك، في الجروب يعني عامله باسم الجروب كمبيوتر شخصي برامج مهمة ده. انا عامل فيه برضك ايه ملف الرافع بتاع البرنامج نفسه. تمام. بتضغط على كلمة الملفات دي اوكي. هتفتح معاك زي ما موجود قدامك ده في الشكلية دي. تلاقي تحت مكتوب لك ايه الفا اوتوران كلير 2 ار ال. المهم هتلاقي كلمة تنزيل هنا على الجنب، هتضغط عليها زي كده. انا هوريكم ازاي تنزلوها يعني او تحمل البرنامج نفسه، وهلغيها يعني انا عن نفسي هلغيها من عندي، لان كده كده البرنامج عندي موجود في الجهاز. تمام. تختار المكان اللي هتحفظ فيه، تحفظه كده شكرا، وهتضغط على دبل كليك وتسطبه. تمام. طريقة استعماله هتكون كالتالي: تضغط على دبل كليك، ظهر لك الواجهة دي مكتوب عليها ارفع اوتولانك ليه. تضغط على كلمة نكست، نكست تاني. بيتعلم على حاجات اللي يفحص عنه، هو بيفحص عن كل حاجة في الجهاز. يعني عندي مهم انك انت ما هتنشط ده كله. في عندك مربع هنا بيقول لك اوتوران ستارت ويندوز، يعني انت صححت المربع ده، بعد ما يخلص فحص هيعمل ايه؟ هيعمل ريستارت الجهاز او هيقفل الجهاز ويشغله من تاني. تمام. وتنشط العلامة دي انه تقول له ايه مكتوبك على بروبرتس ماي كمبيوتر عشان يفحص يبعدك ايه ملفات الماي كمبيوتر. تضغط على نيكست. اول ما تضغط علينا هظهر لك الكلمة دي في المربع ده مكتوب عليها سكان. سكان دي طبعا انت لو ضغطت عليها، انا مش هضغط عليها لان لو ضغطت عليها انا اساسا هتلغي برنامج الفيديو اللي بصور بيه، هتقفله. مجرد ما تضغط على كلمة سكان هيقفل لك كل حاجة في الجهاز عندك. نلغي الواجهة دي بس عشان توصل لكم اكتر. مجرد ما تضغط على كلمة سكان كده هتظهر قدامكم دي، هتقفل كل حاجة معك. هتقفل برنامج مثلا التصوير، هتقفل البرنامج اللي فاتحه في الكمبيوتر، هتقفل فيسبوك، صفحة النت دي كلها هتقفل معاك مباشرة. تمام. فاحنا ايه هنعمل له سكان. هتيجي قدامك بعد ما تخلص خالص هتظهر لك صفحة انترنت فيها شوية كتابات كتير كده اهو، بتعرفك ايه الفيروس الموجود عندك في الجهاز، وتعرفك الجهاز عندك نوعيته ايه واصداره ايه وايه كل حاجة عندك في الجهاز ايه بيشرحها. تمام. وهتلاقي بعد كده تظهر لك كلمة ماي دوكيومنتي زي ملف هنا، تلاقي كل حاجة ايه اتقفل. وبإذن الله تسير ربنا كده هتلاقي عندك الجران انتهى خالص نهائي من الجهاز من عندك بإذن الله كده اهو. اتمنى ان الشرح يكون وافي ويكون عجبكم. يا ريت تتابعونا في فيسبوك لو في عندكم اي مشاكل وهقدر اساعدكم فيها.
اساعدكم، مش هقدر، ما هقول لكم مش هعرف. في جروب انا عامله، يعني جروب زي الشخص كده، مسميه جروب الكمبيوتر الشخصي برامج مهمة. ده عامله على فيسبوك زي نظام فلاشة شخصية، بحط فيه اي برنامج يعني عجبني، وبرنامج يعني شدني زي كده، هو بضيفه هنا بحيث ما افضلش ادور عليه والف عليه. يا ريت تتابعونا فيه، لو حبيتوا تشرفونا عادي شرفونا، مش في برضو عامل برضك صفحة دينية على الفيسبوك، هتلاقيها زي الصورة الموجودة على الديسكتوب دي، باسم هيا بنا لمدرسة حبيب محمد صلى الله عليه وسلم. يا ريت تتابعونا فيها، اللي حابب يكسب كصواب ديني مفيش أدنى مشاكل. وبرضه في شرح فيرا إن أنا شرحت، وفي حد هيفيدك من أكتر مني أنا عادي مفيش مشاكل، مش معايا إن أنا دي حاجات عرفتها يعني زي ما تقول من يوتيوب، يعني مش معرفة شخصية، تمام. فمش علامة أنا الدرجة دي، فأنا حبيت إيه أفيد الناس باللي يعرف، عشان محدش يقول لي ده في كذا وكذا والأمر ده بيعمل كذا. أنا بقول لك الحاجات اللي أنا مجربها عندي، مظبط الجهاز معايا يعني، العلم بس مش أكتر. وأنا آسف إن كنت قطعت عليكم، مع خالص تحياتي أخوكم رمضان فتحي مصر سوهاج، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.